وهبدأ على طول من الدولة المدنية. رأي فضيلتك إيه في الدولة المدنية؟ لا مشاحة في الاصطلاحات، لا مشاحة في الاصطلاحات. الدولة المدنية أؤكد للأمة التي تخشى الآن من الطرح الإسلامي أنه لا يوجد على الإطلاق في الإسلام دولة دينية بالمفهوم الثيوقراطي. نعم. أبدا. أن الحكم فيها حكم مطلق لمن يحكمون باسم الله في الأرض، هذا غير وارد في الإسلام. إنما الحكم في الإسلام لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم على أيدي المسلمين، وليس كما قال البعض أتريدون أن ننزل ربنا سبحانه وتعالى من فوق عرشه لنجلسه على منصة مجلس الشعب ليحكم الناس كما تقولون إن الحكم إلا الله. هذا فهم مقلوب ومغلوط. نعم. إن الحكم إلا لله بمعنى أن يحكم الشعب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حرج على الإطلاق أن تسن القوانين للنوازل والمستجدات بشرط أن تكون هذه متفقة مع القواعد الكلية والأصول الشرعية لديننا من المنبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا. فلا حرج أن نقول دولة مدنية، أنا لا أجد حرجا في ذلك بمرجعية إسلامية. نعم. لا المادة الثانية من الدستور لا اللي حرج موجودة. أن أقول دولة مدنية بمرجعية إسلامية. أما أن أفرد الدولة المدنية فقط بلا هذا القيد، بلا قيد المرجعية الإسلامية، بلا قيد أن تفعل المادة الثانية من مواد الدستور المتفق عليها، لم يقل أحد. فهذا قد يعني يجرنا إلى متاهات خطيرة وإلى متاهات كثيرة. لم يطرح أحد. ومصر بفضل الله عز وجل أنا لا أجد داعيا لهذا الخلاف. مصر دولة مسلمة ونقدر وجود الأقلية الموجودة بيننا من النصارى، وهذه الأقلية مقدرة وتأخذ حقوقها على مدى 14 قرنا، لا يخالف في ذلك اثنان ولا ينتطح في ذلك عنزان. فالإسلام ضمانة عادلة للجميع، للمسلمين ولغير المسلمين. فأنا لا أجد حرجا في اسم الدولة المدنية بشرط أن يكون مقيدا بالمرجعية الإسلامية أو بتفعيل المادة الثانية من مواد الدستور. نعم. المادة الثانية في المبادئ الدستورية اللي وضعها الدكتور علي